السلام عليكم. وعليكم السلام. بابي تشاو تشاو تشاو. مسكين بابي تشاو قالك مازال تيحلم بالتأهل في الماتش الثالث مع العراق. انا بغيت غير نفهم كيفاش فرقة اللي عندها 0 نقاط هزت 3 تصرفيقات في الماتش الاول و3 في الماتش الثاني مازال عندها حظوظ انها تتأهل في الماتش الثالث. ترى الدراري لا يمكن. تخيل البارح معايا في الماتش كان جواد باده وكاين هالاند في التيران وجواد باده في التعليق. ترى السنغال البارح الحمد لله اللي مشاو بثلاثه، اما كان يمشوا بكثر. هالاند بغيت نعرف فين المغربي اللي وصاها خويا للسنغال. انت السيد دخل عاقد، السيد ما كيضحكش كيصوت في الزمر كامل. البارح مارك عليهم 2 بيوت. وشوف هالاند مع المنتخب المغربي ضحك ناشط، ما كاينش حتى شي مشكل. السيد فرحان قاس كره 2 مرات وما مسوقش كاع. وجواد باده هي ما كيقاش كره هالاند كيبدا جواد باده كيبقى يفكرهم وصيف البطل وصيف مسخوط. جواد باده البارح عشقهم. ولكن اخويا كيما بغى يكون زرك في العالم قول الحمد لله انك ماشي سنغالي. دابا تخيل معايا كنتي سنغالي دابا حاليا كنتي انسحبتي غتخسر ب3، لعبتي غتخسر ب3، واش غتعقد ولا ما تعقدش؟ وفي الاخر يجي المدرب ديالك يقول لك شوف حنايا نصف النهائي اقل حاجه هو ما مخلصش لاعبيه، ما مخلصش جمهور، ما عندوش تيكيه. الله يدير لكم الخير وصافي، انا ندعي معكم الله يدير لكم الخير. وشو ها Sénégal qui fait bouche. Sénégal, c'est toi qui es là. Sénégal, grand Sénégal là. Mais attendez, est-ce que vous savez ce que vous venez de faire là? C'est plus qu'une défaite que vous venez de signer, hein? C'est plus qu'une défaite. Vous avez servi sur un plateau d'argent attachement à vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vont pas vous lâcher. Parce que des Sénégalais se sont moqués de la défaite face à l'Allemagne. Et là, vous êtes au bord de l'élimination. Est-ce qu'ils vont vous rater? Parce que moi seulement, vous savez que je ne rentre pas dans ce genre de clash là. Mais mon peuple, ils ne vont pas vous laisser. Les Sénégalais, ils ne vont pas vous laisser. Ce que vous avez créé là, ils vont vous donner. Et vous connaissez les Ivoiriens même. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? شنو عباس منتخبنا طلع من كاس العالم لو بعده اخوان. السنغال خسرت امام النرويج 3-2، يعني فرنسا 6 نقاط والنرويج 6 نقاط والسنغال 0 واحنا 0. احتمال بنسبة 90% اذا فزنا على المنتخب السنغالي راح نتأهل افضل ثالث بالمجموعة اخوان، لان اللي راح يتأهلون 8 منتخبات من المجموعات افضل ثوالث يتأهلون للدور 32، يعني بنسبة كبيرة منتخبنا الوطني يقدر يتأهل للادوار الاقصائية من خلال بوابة السنغال. اذا فزنا على المنتخب السنغالي احتمال كبير راح نتأهل للادوار الاقصائية افضل ثالث بالمجموعة، وان شاء الله هذا الشيء يصير. وهسه شباب لا تنسونا باللايك والمتابعة وحركة الاكس بلور وافتهم كل التفاصيل من الصفحة مالتنا. دوس على الزر. بقيادة السفاح هالاند النرويج يصعد إلى الدور القادم ويفوز على المنتخب السنغالي 3-2. السنغال قلص الفارق في الدقائق الأخيرة، سجل هدف تاني ولكن الوقت لم يسعفه. ولكن من وجهة نظري المنتخب السنغالي لو كان لعب فرنسا بعد كده العراق بعد كده النرويج كان ممكن يعمل حاجة امام النرويج. المنتخب السنغالي علامة استفهام حول كثير من اللاعبين، ابرزهم كولوبالي اللي بيعمل اخطاء كبيرة جدا. متعود على المنتخب السنغالي اللي بيلعب بنظام دفاعي، اللعيبة واقفة على رجليها، اللعيبة مش راهبة الموقف. ولكن المنتخب السنغالي اداؤه امام فرنسا الشوط الاول كان واقف على رجله، بعد كده الشوط الثاني دخل فيه 3 اهداف. النهارده امام النرويج
مش عارفين يهدوا رتم اللقاء. النرويج عايز يلعب سخن، فالسنغال حاولت تلعب سخن زيهم، ولكن السنغال 2-1 فممكن يقربوا. راح النرويج راجع بهدف. سيناريو اللقاء اعتقد خدم النرويج. هالاند عمل مباراة كبيرة جدا جدا وسجل هدفين، وفي كورة كده ضيعها فزعلان ومقموص ان هو ما جابش الهاتريك. هاتريك ايه يالا؟ هاتريك يالا؟ انت جايب هدفين يالا. المنتخب السنغالي يخسر. مفيش تقسيم للقاء. هنعمل ايه اول الماتش؟ سيناريو اللي المدرب بادئ بيه، طيب هيغير السيناريو. مفيش منظومة دفاع، مفيش ضغط على حامل الكرة، مفيش ان انت تفصل هالاند عن باقي اللعيبة، تقفل الكرات العرضية، تقفل عمق الملعب. ده ما حصلش. اعتقد المنتخب السنغالي خسارة. يعني في كورتين، في كرة كان فيها ضربة جزاء للسنغال او لا. حاسس ان الفار في المونديال مش شغال على اكمل وجه. المنتخب السنغالي يخسر 6 نقاط امام فرنسا. النرويج عنده مباراة اخيرة امام العراق. هل ممكن نصعد ب3 نقط لو كسب العراق؟ فرق كبير في الاهداف. معرفش. المنتخب السنغالي يخسر امام النرويج. وربنا يهدي النفوس، والناس عارفة انا قصدي ايه، ودايما انا مع الخير دايما. خير دايما. لايك وشير وتنظروا كومنتات. سلام. بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب العراق بثلاثيه هارد لك طبعا لاهل العراق. عندنا كلام كده عن المنتخب العراقي. بعد فوز النرويج على السنغال بنتيجه 3-2. مجموعه الموت يا عزيزي ما تلاقيتش مجموعه الموت خالص. المنافسه التاريخيه على هداف هي حرفيا تاريخيه. الجوله الثانيه على التوالي هالاند، مبابي، ميسي بيسجلوا هدفين واكتر، لان ميسي المباراه اللي فاتت سجل هاتريك. يعني شوف يا عزيزي، مبدئيا بالنسبه للمباراه دي يعني السنغال المباراه الثانيه على التوالي بيقدموا مباراه كويسه، بس مش ده اللي انا منتظره من السنغال الصراحه. اعتقد هو من اكتر المنتخبات اللي خذلتني في البطوله الى الان، بالذات لمنتخباتنا الافريقيه. بالنسبه لهالاند ده مش طبيعي يا جماعه، اقسم بالله ده مو طبيعي. عارف عايز الفكره في ايه؟ ان بعد مباراه ميسي اللي هي مباراه النمسا من شويه، هالاند نزل ستوري على سناب قال لك هل ميسي طبيعي؟ طب ما هو السؤال ده ينطبق عليك برضه هالاند، هل انت طبيعي؟ ما يا ابني انت بتعمل كل ده مع منتخب النرويج، يعني انت مش منتخب تقيل. ممكن حاليا جيل مميز بيساعدك. فكره انه في مباراتين يكون الهداف التاريخي النرويج بالنسبه لكاس العالم، المباراتين بياخد الراجل مباراه، والمباراتين كل مباراه فيهم بيسجل هدفين وكان قادر يسجل هاتريك. يا اخي مش ممكن يا اخي. بالنسبه للنرويج الاحتفال ده بتاع الجمهور واللعيبه هو الاحتفال الافضل في الموسم. خلاص اقفل بقى على الاحتفاليه دي يا عزيزي لحد نهايه الموسم. شوف يا عزيزي، مشكله العراق ان هم وقعوا في مجموعه مش طبيعيه بامانه. لا يا جماعه، مجموعه صعبه جدا جدا. يا اخي ده السنغال بقوه السنغال اللي احنا عارفينها بقالنا سنين مش قادرين يتعاملوا مع المجموعه تماما يا عزيزي. بس الخبر التاريخي هو ان منتخب العراق قادر يتأهل من مجموعة زي دي لو قدرت تفوز على السنغال. وبالمناسبة دفاعهم كارثة، فاستغلوا الوضع ده، غير ان مندي اتصاب واحتمال ما يلعبش. فارق الاهداف هو اللي هيحسم لو فزت على السنغال. بالنسبة لفرنسا بقيادة مبابي يعني مش ممكن الصراحة. ده المفروض كده مباراة على الماشي بالنسبة لهم، غير ان المباراة وقفت ومش عارف ايه. لسه كده انا زهقت من الكلام عليه الصراحة. بالنسبة لمبابي داخل بفورمة ينافس بيها انه يكون الهداف التاريخي لكاس العالم، وهو حاليا سوا مع كلوزا، ولكن ميسي سابقك قبلك بكام ساعة. هو وميسي هيفضلوا في المنافسة دي لفترة تقريبا. بس في مشكلة، انت عارف امبابي يا جماعة مسجل 16 هدف في 15 مباراة فقط في كاس العالم. يخرب بيت جحودك يا اخي. وامبابي لسه عنده 27 سنة، يعني قادر يلعب 3 مونديال كمان لو حافظ على نفسه. ميسي اللي بيعمله الى الان ده تاريخي، ولكن امبابي الصراحة لسه قدامه كتير كمان. فالرقم ده ممكن يكون من نصيبه في النهاية انه يكون الهداف التاريخي لكاس العالم، الا لو ميسي عمل رقم تاريخي في النسخة الحالية امبابي ما قدرش يسجل تاني وما لعبش اي مونديال اخر. الثلاثة عاملين جولتين مش طبيعيين الصراحه، واللي يحزن ان ناقصهم واحد فقط. الكل منتظره بس عشان المنافسه دي تكمل. والله الحلو في المجموعه ان هي لسه ما اتحسمتش عزيزي، ان هيكون في خناقه ما بين العراق والسنغال على المركز الثالث. اللي هيفوز من فارق الاهداف في الاخر هو اللي ممكن يأهلهم. اما خناقه الصداره ما بين النرويج وفرنسا الصراحه تكون تاريخيه. هنشوف معركه على الهداف ما بين هالاند ومبابي. الى الان دول ال6 منتخبات اللي تأهلوا بشكل رسمي. لسه ما فيش منتخب ولا افريقي ولا عربي ولا اسيوي زي ما بتمنى، لكن اتمنى الجوله الاخيره من نصيبنا.